الجدل حوالين مين احسن مهاجم في العالم مش هيخلص، بس لو كان الموضوع تصويت من الناس فبنسبه كبيره قوي اللي كان هيكسب هو لويس سواريز. في فترته مفيش مهاجم صريح كان بيعمل اللي هو بيعمله. احنا بنتكلم عن لعيب كسب الحذاء الذهبي مرتين في عز فتره ميسي ورونالدو. سواريز كان فعلا مختلف، بس بالرغم من انه ممكن يكون احسن مهاجم في جيله، هو كمان واحد من اكتر اللعيبه اللي حواليهم جدل، والفضايح اللي حصلت له كانت المفروض تبوظ له مستقبله الكروي، لكن موهبته وعزيمته كانت اقوى من كل الحاجات دي، وده اللي خلاه واحد من افضل المهاجمين في العالم. فالنهارده هنحكي قصه العضاد اللي بقى احسن مهاجم في العالم. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. القصة بدأت في مدينة سالتو في أوروجواي، وهناك اتولد سواريز، ومن وهو صغير كان بيلعب في نادي محلي اسمه سبورتيفو أورتيجاس. بس وهو لسه طفل حصلت له حاجة مأساوية كانت ممكن تقضي على أي حلم ليه إنه يبقى لعيب كورة محترف. هقول لك اللي حصل بس استنى شوية. فخليني أقول لك من وهو عنده 7 سنين هو وأهله نقلوا على مونتفيديو، وهناك بدأ يلعب في نادي اسمه أوتو، وهو عنده 14 سنة انضم لنادي ناسيونال، واحد من أكبر الأندية في أوروجواي. لكن قبلها بسنين حصلت له حاجة غريبة جدا. عربية خبطت رجله وكسرت له عظمة في رجله. الكسور كانت في العظمة الخامسة في مشط الرجل، وده كان المفروض ينهي على مستقبله الكروي تماما. يعني ازاي لعيب كورة هيكمل برجله وهي فيها عظمة مكسورة؟ لكن سواريز الصغير كان عنيد وكمل، وكان مصمم يحول شغفه بالكورة لشغلة، والعزيمة دي كانت العنوان الرئيسي في مسيرته كلها. بس هل تعرف انه اتشاف بالصدفة؟ ايوه بالصدفة البحتة، وهحكي لك ازاي بس كمان شوية. المهم بعد سنتين من وجوده في ناسيونال بدأ يبين حاجة تانية كمان بتميزه، او مش بتميزه، وهي ممكن تكون بتأثر عليه، وهي العصبية. وهو عنده 16 سنة اتطرد من ماتش وراح ناطح الحكم، باين من ساعتها ان اعصابه كانت سايبة. وبعدها بفترة اتقبض عليه وهو بيشرب وبيسهر، والمدرب بتاعه وقتها قال له مش هلعبك تاني لو ما خدتش الكورة بجدية. وده غالبا كان اللحظة اللي سواريز قرر فيها يركز في نفسه ويطور من مستواه. بعدها بسنتين وهو عنده 18 سنة لعب أول ماتش مع الفريق الأول، وساعدهم يكسبوا الدوري الأوروجواني، وسجل 10 أهداف في 27 ماتش. وفي الموسم ده كشافين من أوروبا جم أوروجواي عشان يتفرجوا على لعيب تاني، بس لما شافوا سواريز اتجننوا واتهبلوا عليه. اتفرجوا على ماتش واحد بس وقالوا الواد ده أكيد هيبقى نجم، وفعلا راحوا له وقالوا له احنا عايزين نشتريك. ودي كانت المفاجأة، يعني ممكن تقول انه اتشاف بالغلط او بالصدفة. سواريز ما فكرش مرتين، قال لهم ايوه على طول، لانه كان عارف ان السفر لاوروبا هيغير مستقبله تماما. الكشافين دول كانوا من نادي خرونينجن الهولندي، واتفقوا يشتروا سواريز ب 800 ألف يورو، ودي كانت أحسن 800 ألف يورو يصرفوها. بس في الأول ما كانش باين كده. سواريز واجه صعوبات كتير أول ما راح هولندا، أهمها إنه ما كانش بيعرف يتكلم اللغة بتاعتهم، وكان صعب عليه يتأقلم، وما قدرش يسجل أي هدف في أول شهرين. بس كان في لاعب أوروجواني في الفريق اسمه برونو سيلفا ساعده كتير يتأقلم، وسواريز كمان بذل مجهود كبير عشان يتعلم اللغة بسرعة، وده خلى زمايله والجمهور ينبهروا بيه. بس اللي ما انبهروش بيه كان سجله الانضباطي. ايوه كان بيسجل اهداف كتير، بس كان برضه عامل مشاكل كتير. خلص الموسم ده ب10 اهداف و7 اسيستات في 29 ماتش في الدوري، وبين من بدري انه لعيب الماتشات الكبيره. سجل هدفين في اياكس و4 في فيتسي، وكمان سجل في اول ماتش اوروبي ليه. بس كانت في مشكله، انه كان بياخد انذارات كتير اكتر من الطبيعي لاي مهاجم. في يناير 2007 مثلا سجل 4 اهداف في 5 ماتشات، لكن في نفس الوقت خد 3 انذارات، وخلص الموسم ساعتها ب9 انذارات في كل البطولات، ودي كانت حاجه مقلقه شويه. بس اياكس ساعتها ما اهتموش، لان موسمه الوحيد مع خرونينجن كان كفايه يخليهم يقتنعوا انه اللعيب اللي هم محتاجينه، وفعلا دفعوا فيه 7.5 مليون يورو. وبما انه بقى في نادي اكبر بكتير، سواريز كان عارف انه لازم يثبت نفسه اكتر، وكان مستعد للتحدي. سجل اول ماتش ليه في الدوري مع اياكس، وبعديها سجل هدفين في اول ماتش ليه على ارضهم. وكمان بدأ يطور من لعبه، لأنه قبل كده كان بيلعب مهاجم صريح، بس أول موسم ليه مع اياكس لعب في المراكز الهجومية، لعب على الأجناب أكتر ما لعب كمهاجم صريح. بس في أي مكان لعب فيه كان مؤثر بشكل كبير،
انهى الموسم ساعتها ب 36 مساهمه تهديفيه في 44 ماتش، وساعد اياكس انهم يخلصوا في المركز الثاني في الدوري. لكن برضه كان في قلق حوالين سلوكه. مدربه وقتها ماركو فان باستن اتكلم بصراحه وقال انه مش مبسوط من كتر الانذارات اللي بياخدها. فاول موسم ليه مع اياكس خد 8 انذارات، وفي الموسم اللي بعده وصل الرقم ل 12 انذار. وفي موسم 2008-2009 اتخانق مع زميله على فاول، بس الغريب ان نفس الموسم ده تم اختياره كأفضل لاعب في اياكس، وكان ناقصه هدف واحد بس عشان ياخد الحذاء الذهبي للدوري الهولندي. يعني باختصار مسيرته كانت دايما خليط بين العبقرية والجدل، والحكاية دي بانت اكتر في موسمه الثالث والرابع مع اياكس. فخلينا ندخل على الموسم الثالث لسواريز مع اياكس، وده كان موسم استثنائي لعدة اسباب. اول حاجة توماس فيرمايلان مشي وسواريز بقى الكابتن، وبالرغم من الضغط والمسؤولية رفع مستواه اكتر. وعلى الرغم انه لعب اغلب الماتشات على الجناح اليمين، الا انه قدر ياخد الحذاء الذهبي بعد ما سجل 35 هدف في 33 ماتش، وساعد اياكس ان هو يكسب الدوري. وفوق كده كسب جوائز كتير: افضل لاعب في الدوري الهولندي، افضل لاعب في اياكس، وافضل هداف في الدوريات الكبرى على مستوى العالم. سجل 4 هاتريك في الدوري، منهم 2 سجل فيهم 4 اهداف، وفي الكاس سجل 6 اهداف في ماتش واحد، وساعد اياكس يكسب 14-1، وده كان رقم قياسي في تاريخ النادي. عايز اقول لك ان في الموسم ده سجل 49 هدف في 48 ماتش في كل البطولات، وصل كمان ل 24 اسيست. بس كان برضه سجله الانضباطي كان سيء، لانه خد 12 انذار. بس طول ما هو بيسجل بالكميه دي، الناس برضه ما كانتش بتعديله مواقفه الانضباطيه. وفي موسم 2010-2011 فضل سواريز بنفس الاداء الخرافي، وسجل هدفه رقم 100 مع اياكس، ودخل قايمه اساطير النادي زي بيركام وفان باستن. بس في نوفمبر 2010 حصلت كارثه. في ماتش كبير ضد بي اس في، سواريز عض اتمان باكل في كتفه. اللي حصل كان غريب لدرجه ان كل الاعلام الهولندي اتكلم عنه، وجورنال كبير هناك سماه الكانيبال، والكانيبال دي معناها اكل اللحم الحي. وساعتها اياكس وقفوا ماتشين، بس الاتحاد الهولندي زود العقوبه ل7 ماتشات. وقتها اياكس قرروا انهم مش قادرين يستحملوا اكتر من كده، الموهبه موجوده بس المشاكل كتير، عشان كده قرروا يبيعوه. ومن هنا في يناير بعد شهرين من حادثه العض باعوه لليفربول. وماتش بي اس في ايندهوفن ده كان اخر ماتش ليه بقميص اياكس. عايز اقول لك ان الناس كانت فاكره ان ده هيديله درس، بس لا، لويس سواريز كان لسه ما اتعلمش. ليفربول راهن عليه عشان موهبته، ومن اول ماتش سجل هدف وهو نازل من على الدكه، وبعدها سجل 4 وصنع 5 في 13 ماتش في الدوري، وساعد ليفربول يطلع من المركز ال 12 للمركز السادس. وفي موسم 2012-2013 رجع تاني يلعب كمهاجم صريح، وخلص الموسم ب 37 مساهمة تهديفية في 44 ماتش. وكان لسه بيأكد انه لعيب الماتشات الكبيرة، انه سجل في السيتي وتوتنهام وارسنال وتشيلسي. بس في احد ماتشات تشيلسي حصلت مصيبة تانية: العضاد رجع من تاني، لانه ساعتها عض برانيسلاف ايفانوفيتش، والواقعة دي هزت انجلترا كلها. الحادثة الاولى في هولندا عدت نسبيا لان ساعتها التغطية كانت اقل، بس هنا الاعلام الانجليزي قلب الدنيا، وحتى رئيس وزراء بريطانيا وقتها قال للاتحاد الانجليزي انه ما يرحموش. وفعلا الاتحاد وقفوا 10 ماتشات، والموسم خلص بالنسبه له بسبب الحركه دي. والنتيجه كل الاعلام كان مركز عليه وكل العيون عليه، وسواريز وقتها بدا يحس بالضغط عليه هو واسرته، وده خلاه يطلب يمشي من ليفربول في صيف 2013. لكن النادي ساعتها رفض، والصيف ده بقى ارسنال عملوا العرض الشهير بتاع 40 مليون و1 باوند، بس طبعا اكيد ليفربول رفض العرض. سواريز كمل موسم كمان مع ليفربول وطلع موسم للتاريخ بسبب الايقاف اللي خده بعد ما عض ايفانوفيتش غاب عن اول 5 ماتشات في موسم 2013-2014. لكن لما رجع ولعها، جاب 6 جوان وعمل اسيست في اول 4 ماتشات، وبعد كده دخل على ديسمبر وعمل اعظم شهر في تاريخ البريمير ليج، لانه سجل 12 جون وعمل 4 اسيست في شهر واحد، وده كان جنان وقتها. في الوقت ده كمان سواريز بقي من الكباتن في الفريق، وبقي كابتن ليفربول في 5 ماتشات ورا بعض. في الموسم ده جاب 31 جون و3 اسيست في 33 ماتش في الدوري، وساعد ليفربول يخلصوا الثاني الدوري. الرقم ده خلاه ياخد هداف الدوري، ووقتها كان معادل الرقم القياسي لاكتر عدد اهداف في موسم واحد في 38 ماتش. وكمان بقى اول لاعب مش ميسي ورونالدو ياخد الحذاء الذهبي سنه 2009. كمان خد جوائز لاعب الموسم في البريمير ليج وجائزه افضل لاعب من رابطه الصحفيين، وبقى اول لاعب غير اوروبي ياخد جائزه افضل لاعب في الدوري من رابطه اللاعبين المحترفين. فكان موسم عظمه من الاخر لسواريز. كان واضح ان سواريز رايح لفوق ومفيش حاجه هتوقفه غير نفسه طبعا، وفعلا سواريز حاول يوقف نفسه، لانه راح مع اوروجواي لكاس العالم 2014، وكانت بطوله سيئه مش بس عشان خرجوا من دور ال
2016 لا كمان عشان عمل كارثة تانية، لانه ساعتها عض كليني في ماتش ضد ايطاليا. الموضوع طبعا كان كبير جدا عشان دي كانت بطولة كاس عالم، اكبر مسرح كروي في الدنيا. خد وقتها اطول ايقاف في تاريخ البطولة 9 ماتشات دولية، واتمنع 4 شهور من كل الانشطة الكروية حتى دخول الملاعب. خسر رعاة كتير بسبب الحكاية دي، وتقدر تقول ان دي كانت اسوأ لحظة في حياته الكروية. بس رغم كل ده برشلونة قرروا يغامروا ويشتروه. سعره كان واقع لان سمعته كانت في الارض، لكن البارسا ساعتها ما اهتموش ودفعوا فيه 82 مليون يورو. تفتكر المغامرة دي نجحت؟ اكيد نجحت طبعا وبقوه. بدا اول كام ماتش مع البارسا وجاب 4 اجوان وعمل اسيست، وفورا شكل ثلاثي هجومي مرعب مع ميسي ونيمار. الناس ساعتها سموهم الام اس ان، والثلاثي ده دمر اوروبا كلها. الام اس ان في اول موسم ليهم سوا سجلوا 122 جون، وده رقم قياسي كاكتر 3 يسجلوا في موسم واحد. سواريز لوحده ساهم في 48 هدف ما بين اهداف واسيستات في 43 ماتش، وساهم بشكل كبير في التتويج بالثلاثيه التاريخيه. كمان خلص السنه دي في المركز الخامس في ترتيب الكره الذهبيه، والناس كانت فاكره انه وصل لافضل مستوياته، لكن لا، السنه اللي بعدها كان احسن. في موسم 2015 2016 سواريز بقى عامل زي النار، قدم موسم خرافي بكل المقاييس. سجل 83 مساهمه تهديفيه ما بين اجوان واسيستات في 53 ماتش، حاجه كده مجنونه. جاب 40 جون في الدوري وكسب بيهم جائزه الهداف، وكمان خد جايزة الحذاء الذهبي للمرة التانية. عارف يعني ايه تكسب الحذاء الذهبي مرتين في زمن ميسي ورونالدو؟ مفيش حد عمل كده غيره. رقم يحطك في حتة لوحدك. سواريز قعد مع برشلونة 6 سنين، سجل فيهم 308 مساهمة تهديفية في 283 ماتش. جه للنادي وهو اسمه العضاد، ومشي من النادي وهو اسطورة، وكان ثالث اكتر حد سجل في تاريخ النادي وقت ما مشي. بس لما ساب برشلونة الناس قالت عليه خلاص كبر، لانه ساعتها كان بطيء وكان تخين. لكن راح لاتلتيكو مدريد وسجل معاهم 21 هدف في 32 ماتش، وساعدهم ياخدوا الدوري لاول مره من 7 سنين. صعب جدا تشوف مهاجم زي سواريز، واحد من اكتر المهاجمين المهاريين والمتكاملين في التاريخ. عايز اقول لك في عزه كان بيقدر يراوغ ويصنع ويشوط فاولات ويسجل اهداف بهلوانيه، وكان ممتع كمان في لعبه، وكمان كان مقاتل بيحب يكسب دايما. يمكن ده اللي كان بيوقعه في المشاكل. فاكر ماتش اوروجواي وغانا في كاس العالم 2010 لما صد الكوره بايده على الخط في الوقت بدل الضايع؟ ساعتها اتطرد من الماتش واتشتم، لكن لما غانا ضيعت ضربه الجزاء واوروجواي كسبوا الماتش بضربات الجزاء الترجيحيه، حرفيا سواريز اتحول لبطل قومي في الاوروجواي. ومشواره الدولي كله ممكن نختصره في كلمه واحده بس، وهي كلمه بطولي. سواريز كسب كوبا امريكا سنه 2011 وخد افضل لاعب في البطوله، واعتزل وهو الهداف التاريخي لمنتخب اوروجواي. سواريز عنده قصه استثنائيه، مش بس ارقام وبطولات، دي قصه مليانه جدل ومواقف وحب وكره. في ناس بتشوفه بطل واسطوره، وناس تانية بتشوفه شرير وكارثه. قول لنا انت بقى في الكومنتات تحت، انت شايف لويس سواريز ايه؟ هل هو بطل ولا هو شرير؟ ولو حابب ان انا اعمل لك حلقه عن الام اس ان اكتب لي تحت في الكومنتات. واخيرا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس، واستنونا في حلقات جايه كتير.